فيها قصة البدوي اللي تجاوز به السن ولا عاد يقدر ولا يروح وعياله واجد، وقام كل واحد يرميه على الثاني. يرميه يعني ما يبيه عنده، ما يباه عنده. واللي جاء عند هذا جت المرأة قالت فكني من عودك، فكني من عودك. راح الثاني وفكني من عودك، وراح الثالث فكني من عودك. وإذا ما في لأحد تقبلوا، هم بدوا يشدون ينزلون، اتفقوا على أنهم يخلونه في المراح ويشدون عنه. شدوا عنه وخلوه في المراح. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه. وشاعر وتمثل في أبيات يقول: قال الذي يقرأ بلي مكاتب يلي تقرون العمى من عناكم، يا عيالي يلي تشرفون المراجيب تريضوا لي واكسروا من أخطائكم، خذوا كلام جحيش ما به تكاذيب، مثل السند مضمون للي وراكم، يا عيالي إن صرتوا ضيوف ومعازيب، ترى الكلام الزين شمع تقراكم، ترى البلاسة من كبار العذاريب، وكل البلاسة ما يطول الحاكم، تصير بعيون الرفاقة تقل شيء، لمنها أقبل قيل هذا بلاكم، يا عيالي المذهب ترى المذهب الطيب، وترى ردى المذهب يبور إنساكم، يا عيالي ما سرحتكم للمعازيم، يا عيالي ما عمر المعزب ولاكم، ويا عيالي ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سمعوا الجيران لجة بكاكم، يا ما شربت السم من عرض مجد يفز قلبي يوم يبكي حداكم، يا ما تسعرت الخلايق تقلبي من خوفتي يكسر عليكم عشاكم، أحفيت رجليني بحام اللواهي وخليت لحم الريم يخالط غداكم، واليوم شوفوا لحيتي كلها شيء، شوفوا محل تخوضعي في دراكم. الله أكبر، محل تخوضعي في دراكم. قمت أتركى فوق عوج المصلي وقصرت اخطائي يوم طالت اخطاكم، يا عيال يا عيالي عليكم مطاليب، عطوني القرضة جزاء ما وتعكم، خوالكم يا عيال هم ما كر الطيب، يا عيالي ما ادري هالرد منين جاكم. شوف يوم يقول هنا من ما كر الطيب، هنا مدح خوالهم. هنا يا عيالي يا عيال الخنا كلكم عيب، يلي على الوالد كثير لغاكم، نصيتكم وسندت وادي سلاحي، ولقيت والرمضة مدافيق ماكم، يا عيالي بعتوني بصفر العراجيب، ما هي حقيقة سود الله قراكم، أطلب عسى نسوانكم تقطع الصيب وتغيب شمس ويعتم الله سماكم، لابد ما هو عاويا دوني الذيب بالقبر، ما فرق طيبكم من رداكم. هذا الغضب اللي إذا حل الله هو غضب الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان.